عنده روح يعني سبيسيال. دونك ميم الشرا هذيك يعني عاونتنا اهلها حيوطها تيحكيو. دونك لا اون باسي دي مومون اكسترا اوردينير. هذا هو العرض الشرفي. العروض الأخرى تكونوا حاضرين في حاضرين اكيد، حاضرين ان شاء الله نروحوا نشوفوا البوبليك تاعنا في 58 ولايه وعلاش لا. دونك كونوا معنا ومرحبا بكم. شكرا. عادل، مساء الخير. مدير متحف السينما الجزائرية. هذا ثاني فيلم في مجموعة من الأفلام في العروض الشرفية، أفلام جديدة يعني صراحة منذ خطاب الرئيس في جلسات السينما. وهنا نشهد هذه الحركية في السينما. ما تعليق مدير متحف السينما على هذه الحركية؟ أولا برعاية كلمة من السيد وزير الثقافة يكون السيد زهير بلادو بخصوص إطلاق سلسلة عروض شرفية على مستوى كل من مركز الجزائر سينماتيك الجزائر، بالإضافة إلى ابن زيدون قاعة ابن زيدون بخصوص العروض الشرفية اللي هناك مواكبة فيما يخص سلسلة العروض اللي راح تكون على عبر ربع ولاية الوطن، حتى الأفلام الجزائرية اللي راح تعرض فيما يخص وجود القاعات الموجودة عبر ربع الوطن. الحركية هذه في طبيعتها هي عبارة عن إعادة بعث السينما الجزائرية عن طريق هذه العروض اللي تواكب اللحظات، وخاصة بعد انطلاق يعني توصية السيد رئيس الجمهورية لحد على أنه لابد من خلق حركية ديناميكية من أجل البعث هذا القطاع. ولماذا؟ فيما يخص القاعات سينماتيك الجزائر بالإضافة إلى قاعة ابن زيدون، هاتين القاعتين اللي راهي هذه العروض حصرية فيما يخص عروض شرفية. المركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الجزائري للسينما قاعة ابن زيدون كلها تحدث أنه لابد من انطلاق إعادة بعث الأفلام اللي أنشئت حديثا، وذلك عبر يعني كل يوم سبت تكون فيه عرض شرفي لإثراء المشهد السينمائي في شهر فبراير. خاصة نعم في شهر فبراير اللي راح تكون كل يوم سبت، سواء في قاعة سينماتيك العاصمة أو قاعة ابن زيدون. هذه القاعتين اللي عندها خاصة سينماتيك اللي معروفة يعني تاريخها كبير، وبالتالي عندها جمهورها سواء ابن زيدون أو سينماتيك. سيد مدير متحف السينما الجزائرية، هل هناك عروض خارج العاصمة فيما يخص هذه الأفلام؟ نعم، ولما لا. سلسلة العروض راح تكون عبر ربوع ولاية الوطن، جميع القاعات الموجودة عبر ولاية الوطن. أشرت منذ قليل أنه فيه أفلام تم عروض أفلام جزائرية اللي كانت يعني قيد الأدراج تحت إشراف سيد الوزير. لابد من إعادة بعث هذه الأفلام لتجول عبر ولاية الوطن، سواء عن طريق المركز الجزائري للسينما أو المركز الجزائري للسينما أو المركز الوطني للسينما البصري عبر الشاشات وشاحنات في أقصى الجنوب. شكرا لك سيد المدير. شكرا جزيلا لكم، شكرا على المرافقة، خاصة السي حميد معروف تواكب كل ما هو سينما.